طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. السفير بيتروس يشارك في منتدى روسيا أفريقيا. جهود وزارة الصحة للسيطرة ومكافحة الأمراض غير المعدية. جمعية الصيدلة الإريترية تنظم حملات توعوية مستمرة حول استخدام الأدوية. بكين تجري مناورات عسكرية ببحر الصين الجنوبي وسط توتر مع الفلبين. اعتراض روسي على افتتاح قاعدة صواريخ أمريكية جديدة في بولندا. روسي يبدأ مباحثات مفصلية في إيران بشأن النووي. شارك سفير إريتريا لدى الاتحاد الروسي بيتروس ساغاي في الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الصداقة الروسية الأفريقية الذي عقد في سوشي الروسية يوم 8 و9 من نوفمبر الجاري ممثلا لإريتريا. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الوزاري للدور والمساهمة المتنامية للدول الإفريقية في القضايا العالمية، وقال أنها تقوم بدور هام في حل القضايا الرئيسية في المنتديات الدولية من خلال اتباع سياسات خارجية بناءة تجاه السلام. وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاجتماع المنعقد يأتي على أساس مؤتمر القمة الروسية الأفريقية الثانية الذي عقد في سان بطرسبورغ، الذي يهدف إلى توسيع العلاقات السياسية والتجارية، مشيرا إلى أن روسيا تعمل بمنح الاهتمام الكبير لتوطيد علاقاتها مع أفريقيا، وتتطلع إلى إقامة نظام عالمي عادل يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي. شارك في الاجتماع 1500 ممثل من 54 دولة، بينهم 45 وزيرا. تقوم وزارة الصحة بجهود للسيطرة ومكافحة الأمراض غير المعدية في إقليم جنوب البحر الأحمر. وافاد الدكتور علي حالو خلال فعالية نظمت في مدينة عصر بمناسبة اليوم العالمي للسكري 14 من نوفمبر أنه يتم بذل جهود متواصلة لتوسيع معرفة المرضى والمواطنين الآخرين حول هذا المرض. وحث رئيس جمعية مرضى السكري بالإقليم السيد تسفى المتكي المواطنين على أخذ ممارسة النشاط البدني بانتظام على محمل الجد، باعتباره العلاج الأفضل والمفضل لجميع الأمراض غير المعدية. وأوصى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي على إتاحة البرامج التوعوية التي تركز على مرض السكري لجميع شرائح المجتمع وليس فقط للمرضى المنتسبين للجمعية. كما تم إلقاء محاضرة في المناسبة عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة التي يجب على مرضى السكري ممارستها. أفاد مسؤول الزراعة في مديرية قلة نفحي بالإقليم الأوسط بأن المزارعين حققوا نتائج مرضية في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأفاد السيد عبد مريم أمينة أنه تم إنشاء أكثر من 800 هكتار من المدرجات الحوضية الزراعية خلال هذا العام، وصيانة 324 هكتارا من المدرجات، وبناء حواجز جديدة بسعة 32336 مترا مكعبا، وشتل حوالي 379 ألف شتلة في أرجاء مختلفة من المديرية، من جملة أكثر من 1,000,000 شتلة تم إعدادها. وعن الأوضاع الزراعية أشار بأنه تم زراعة حوالي 12,253 هكتارا بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية، وأكد القيام بعمليات تنمية الحمص والذرة الشامية المهجنة وتشجيع المزارعين على زرع بذور القمح المختارة للتجربة. من جانبهم ثمن المزارعون تعاون وزارة الزراعة مع تعيين خبراء زراعيين وتوزيع بذور مختارة وتقديم النصح والتوجيهات البناءة. ذكر رئيس جمعية الصيدلة الإريترية الصيدلي أبرها جبرايل وكالة الأنباء الإريترية إيران أن الحملات لزيادة المعرفة حول الاستخدام الآمن للأدوية وتجاوز الحملات الموسمية يجب أن تتم بطريقة منظمة وعملية.
مستدامة. وأوضح السيد أبرهان أن أنشطة الحملة التي أقيمت بمناسبة أسبوع الدواء الوطني منذ 4 وحتى 10 من نوفمبر تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول استخدام الرشيد والأدوية والتطبيق العملي لشعار الاختيار الواعي لحجر الزاوية للاستخدام الآمن للأدوية. وأفاد أنه بالرغم من عدم إجراء أي دراسات منذ الحملة إلا أن مبادرة تشجيع الاستخدام الحكيم للأدوية حققت هدفها. وأضاف أن أنشطة الحماية تتزايد من حيث الانتشار وتتعزز العلاقات الجمعية وتعاونها مع الشركاء، وهو ما يعتبرونه ميزة مضيفا أن القيود المالية هي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجمعية. واختتم الصيدلي أبرهان حديثه بأن وعي المجتمع في ازدياد بسبب الحملات التي تمت منذ العام 1994، موصيا الجهات المعنية للعمل للدفع في رفع الوعي العام. عقدت اجتماعات في جوبا بجنوب السودان وأوسلو بالنرويج لتعزيز التنظيمات الوطنية. ودعا سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس ميكيل في الاجتماع الذي عقده في 9 من نوفمبر في جوبا الأعضاء القائمين على العمل في جميع الجمعيات الوطنية لتمتين صفوفهم وتعزيز المساهمة في الوقت الذي تنتقل فيه البلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار الجديدة بعد تخطي جميع العدائيات والضغوط الدولية. ناقش اللقاء تنسيق بين السفارة والمنظمات الوطنية والوضع السياسي والأمني والاقتصادي للإريتريين المقيمين في جنوب السودان، وإعالة أسر الشهداء وتطوير وإدارة مدرسة الجالية الإريترية وغيرها من القضايا. واتخذ المشاركون المبادرة لإعادة الجالية ل20 أسرة الشهيد وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لإعالة 10 أسرة الشهيد، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية 10 أسرة الشهيد. كما تعهدت جمعية أصحاب شاحنات الصهاريج بإعالة 4 أسرة الشهيد. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان جبركيدان سيمينارا في أوسلو لممثلي التنظيمات الوطنية القادمين من جميع أنحاء النرويج حول تعزيز وتوسيع تنظيمات الجبهة الرابعة وتقوية وحدتها، بالإضافة إلى تعليمات الخدمات القنصلية وتنفيذها. وأوضح السيد محمد علي في السيمينار الذي عقد في 9 من نوفمبر أنه يجري العمل بجدية في تعزيز وتوسيع الجبهة الرابعة إدراكا لدور ومشاركة الجالية الإريترية في جميع البرامج الوطنية وتعزيز الهوية والثقافة الإريترية. وقال أن تصدي الإريتري في النرويج لجميع العدائيات وبلوغ مرحلة مبشرة يأتي في إطار برامج التعزيز الناجحة للجبهة الرابعة. من جانبه قدم مسؤول الشؤون القنصلية سيد جبركيدان شرحا عن المبادئ التوجيهية للخدمات القنصلية الفاعلة وآلية تنفيذها، فضلا عن الجوانب التي يجب على المواطنين اتباعها والالتزام بها. وأكد المشاركون مسؤوليتهم لتعزيز وتوسيع الجبهة الرابعة، مؤكدين على العمل الدائم لتمتين وحدتهم منادين بالاهتمام في تنفيذ أنشطتهم. نظم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي دورة تدريبية ل 126 من المعلمين الجدد والقدامى منذ 30 من أغسطس وحتى 7 من نوفمبر حول إدارة الفصول والأخلاق المهنية للمعلم وأساليب التخطيط التعليمي وإجراء تقييم الطلاب. وقال المشرفون على الدورة أن الانضباط المهني للمعلمين أمر بالغ الأهمية في بناء طالب كفو، مضيفين أنه يتعين على المعلمين إجراء الاستعدادات اللازمة مسبقا في جهودهم لنقل المعرفة المناسبة لطلابهم. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ مريح كروس أن التدريب يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. توجد 29 مدرسة في مديرية ابن حيلي من مرحلة التعليم قبل النظامي وحتى المرحلة الثانوية. نظم مكتب الزراعة في إقليم القاشباكا دورة تدريبية في 11 من نوفمبر في ساوا في إعداد السماد الطبيعي من المخلفات الحيوية. وأوضح خبير التربة السيد بهال بوغيتوم في الدورة التي شارك فيها قادة وحدات التدريب العسكري في الوراغة التي قدمها بعنوان التربة والإدارة المتكاملة لخصوبة التربة أن طبيعة التربة وعملية تكوينها تشمل أيضا استخدام الفاعل للمياه.
وحث السيد بهلبي المزارعين على استخدام الأسمدة الطبيعية بما في ذلك السماد العضوي والسماد الأخضر وبقايا المحاصيل والسماد السائل، لأن الأسمدة الكيميائية تسبب أضرارا جسيمة للنباتات والمحاصيل والماشية والإنسان. وأضافت أخصائية إعداد السماد وتنمية المحاصيل في وزارة الزراعة السيدة أديا رزياني، والتي قدمت ورقة بعنوان الآثار الخطيرة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، أن الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها المستخدمة في الزراعة لمضاعفة الإنتاج تؤثر على البيئة، وأنه ليس من السهل تقدير الأضرار الناجمة على المياه السطحية والجوفية. واقترح المشاركون أن يكون التدريب على عملية تحضير السماد مستمرا، ويجب توعية المزارعين بالخطوات الفورية التي يجب اتخاذها لمعالجة التربة الفقيرة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الصين أنها أجرت مناورات عسكرية في محيط شعاب ساكوبور المرجانية ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الفلبين. وجاء في بيان الذي أصدرته قيادة الجبهة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن الوحدات التابعة للقيادة قامت بدورات بحرية وجوية مشتركة في المنطقة. وتزامنت المناورات العسكرية مع فترة من التوتر المتزايد بين الصين والفلبين بسبب النزاع على السيادة على المنطقة. من جانب آخر، أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورات ثلاثية باسم حافة الحرية في بحر الصين الشرقي. ووفقا لقناة NHK الرسمية اليابانية، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن المناورات الثلاثية بدأت للمرة الثانية بعد الجولة الأولى في يونيو الماضي. أكد الكريملين أن افتتاح قاعدة صواريخ أمريكية جديدة في بولندا هو جزء من محاولة لاحتواء روسيا بنقل البنى التحتية العسكرية للولايات المتحدة لموقع أقرب إلى حدودها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اعترض على خطط بناء القاعدة منذ العام 2000. وأضاف أن بوتين أكد حين ذاك على أن الولايات المتحدة كانت تكذب حين قالت أن الغرض من القاعدة هو اعتراض صواريخ إيرانية محتملة. ولم يذكر بيسكوف ما هي التدابير التي قد تتخذها روسيا ردا على ذلك. وافتتح مسؤولون أمريكيون وبولنديون قاعدة دفاع صواريخية لحلف شمال الأطلسي الناتو في شمال بولندا، حيث رحب المسؤولون البولنديون بهذه الخطوة باعتبارها تعزيز هام لأمن البلاد وأمن حلف الناتو. وتقع القاعدة في بلدة ريدوكوف قرب الساحل البلطيق، وقد بدأت أعمال بنائها منذ العقد الأول من القرن 21. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران مدير وكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي في ظل توترات دولية. وذكرت وكالة أرنا الإيرانية الرسمية التي بثت صور اللقاء أن رفائيل جروسي الذي وصل إلى طهران على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين في النوويين والسياسيين في البلاد التقى وزير الخارجية عباس عراقجي. وفي العام 2015 كان عراقجي كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى الكبرى. ويرتقب اجتماعه هو الأول بين جروسي مع الرئيس الإيراني منذ تولي الأخير منصبه في يوليو الماضي، والذي يأمر جروسي أن يساعد في كسر الجمود القائم منذ زمن طويل في القضايا الرئيسية. من المرتقب أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جي بينغ على هامش قمة المنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في عاصمة البيرو، وفقا ما أعلنت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى. وهو اللقاء
وهو اللقاء الحضوري الثالث للزعيمين والأخير لجو بايدن الذي يغادر البيت الأبيض في يناير مسلما الرئاسة للجمهوري دونالد ترامب الذي عين في طاقمه السياسيين معروفين بنهجهم المتشدد إزاء بكين. وأفادت المسؤولة الأمريكية بأن الرئيس المنتهي ولايته سينتهز الفرصة لاستعراض جهود المبذولة لإدارة المنافسة على نحو مسؤول. وشهدت ولاية جو بايدن توترات شديدة مع بكين من جهة وجهود حسيسة للإبقاء على الحوار بين البلدين من جهة أخرى. تذكير بالعناوين مرة أخرى. السفير بطرس يشارك في منتدى روسيا إفريقيا. جهود وزارة الصحة للسيطرة ومكافحة الأمراض غير المعدية في إقليم جنوب البحر الأحمر. جمعية الصيدلة الإريترية تنظم حملات توعوية مستمرة حول استخدام الأدوية. بكين تجرى مناورات عسكرية ببحر الصين الجنوبي وسط توتر مع الفلبين. اعتراض روسيا على افتتاح قاعدة صواريخ أمريكية جديدة في بولندا. غروسي يبدأ محادثات مفصلية في إيران بشأن النووي. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.